متابعة لما يجري في القنيطرة، معنا من القنيطرة العميد الركن عبد الإله النعيمي قائد المجلس العسكري في القنيطرة. حضرة العميد أهلا بك. هل يمكن أن تؤكد لنا سيطرة الجيش الحر على المدينة وعلى المعبر الحدودي؟ وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. يخوض أبطال الجيش الحر منذ ساعات الصباح الأولى في هذا اليوم على أراضي القنيطرة الباسلة أشرس المعارك ضد قوات النظام الباغية نصرة لأهلنا في القصير الصامدة، حيث تم حتى الآن تحرير مدينة القنيطرة القديمة، بالإضافة إلى تحرير قرية القحطانية المحيط ومحيطها. وما زالت قواتنا حتى الآن مسيطرة عليها والمعارك جارية حتى هذه اللحظة. طب حضرة العميد يعني القرى التي يسيطر عليها الجيش الحر حاليا، هل يمكن أن تعددها لنا أم هي فقط القحطانية التي تسيطرون عليها؟ القحطانية والمدينة القديمة، مدينة القنيطرة القديمة، والمعبر الحدودي الوحيد للاتصال مع أهلنا في الجولان. طيب حضرة العميد، نحن لدينا أنباء بأنه أيضا الجيش الحر يسيطر على جباث الخشب، طرنجة، الرفيد، بعرجم، البريقة، زبيدة، القنيطرة المهدمة وبيت جن. ماذا عن هذه القرى؟ هذا صحيح، نعم، إن هذه القرى هي تحت سيطرة الجيش الحر، بالإضافة إلى أكثر من ذلك، فأكثر المناطق الحدودية هي تحت سيطرة الجيش الحر حتى الآن. طيب الآن أين تدور الاشتباكات حضرة العميد؟ الاشتباكات تدور في محيط قرية القحطانية ومدينة القنيطرة القديمة والمعبر الحدودي. طيب المعبر الحدودي أيضا تمت السيطرة عليه بالكامل؟ نعم، المعبر الحدودي هو حتى الآن بيد قواتنا، قوات الجيش الحر. طيب حضرة العميد، هل من خسائر بشرية في صفوف الجيش الحر خلال هذه الاشتباكات؟ حتى الآن الخسائر هي عبارة عن جرحى في صفوف القوات الجيش الحر، ولكن بالنسبة للجيش النظام تم تدمير 6 دبابات وعربتين BMP وعدد من عربات سيارات الدوشكا والعربات وعدد كبير من القتلى. طيب حضرة العميد، الأهمية الاستراتيجية للقنيطرة يعني المدينة والمعبر الحدودي بالنسبة لكم كجيش حر؟ هذه المدينة هي عبارة عن معلم تاريخي بالنسبة لسوريا، وهذه المدينة هي ذات موقع استراتيجي بالنسبة للجيش الحر، وهي ويوجد فيها المعبر الوحيد للاتصال مع أهلنا في الجولان المحتل. نعم. يعني هل سيكون هناك يعني اتصال مع الجولان حضرة العميد؟ نعم، لم أفهم. هل سيكون هناك اتصال يعني مع الجولان من خلال سيطرتكم على المدينة وعلى هذه القرى مع السوريين في الجولان؟ السوريين في الجولان هو موجودين تحت وجود في المناطق المحتلة من قبل إسرائيل. صحيح يعني، بس هل ستتمكنون من التواصل معهم؟ إن شاء الله سنتواصل معهم. هل من تعزيزات؟ هل أنتم بحاجة إلى تعزيزات حضرة العميد أم لديكم ما يكفي من العتاد ومن أعداد المقاتلين في هذه المناطق؟ ولله الحمد، بالعدد القليل والإمكانيات المحدودة لقوات الجيش الحر فما زالت حتى الآن صامدة بكل قوة وكل جدارة وبسالة، ولكن قوات النظام عم تقوم بالتعزيز أو بتقديم وحدات تعزيز بحدود 22 دبابة وعدد كبير من الآليات، وهن وموجودات تقريبا حتى الآن في خان أرنبة، منطقة خان أرنبة ومدينة البعث. وهذه المنطقة للعلم هي تقع تحت ضمن اتفاقية فصل قوات، ولكن هذا النظام لا يتقيد بهذه الاتفاقيات ويعبر هذه المناطق. ماذا عن المدنيين، أوضاع المدنيين حضرة العميد؟ بالنسبة لنا حتى في المدينة القديمة لا يوجد سكان إلا العدد من الأسر القليلة. وماذا عن وضعهم الآن؟
هن موجودين تحت رحمة القوات الطاغية، قوات النظام بشار الأسد. وتم بالنسبة أن بعد احتلالها تم إجلائهم إلى مناطق قريبة من المدينة. هل ستتواصل هذه المعارك حضرة العميد، وإلى أين يعني امتدادها سيكون؟ ما زالت حتى الآن هي مستمرة، وإن شاء الله سنواصل عملياتنا العسكرية حتى تحرير سوريا بالكامل من هذا الطاغية. نشكرك جزيل الشكر العميد الركن عبد الإله نعيمي قائد المجلس العسكري في القنيطرة.